السلام عليكم، مرحبا بكم. عندي في وصفة جديدة من وصفات معاد متنوعة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة. الفيديو ديال اليوم ولا الاقتراح ديال اليوم هو عصير تيجي رائع جدا. نتمنى انكم من المكونات اللي محطوطه غتعرفوا مناش هو. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. عصير اللي رائع جدا، تعطي واحد الكميه اللي وفيره، تقريبا خرج ليا 2 ديال لتر ديال العصير. المهم بالنسبه للمكونات، هنا عندي انا تقريبا درت واحد 6 ديال الخيزوات. المهم ما عبرتش بالكيلو، ولكن المهم هزيت غير 6 ديال الحبات درتهم، وعندي 2 ديال البرتقالات، وعندي واحد الليمونه الحامضه. المهم بالنسبه للطريقه، غادي نقشر هاد الخيزو هذا ولا هاد الجزر، غادي نقشرو كامل بحال هكا بالطريقه. المهم كلشي تيعرف يقشر. وغادي نقطعو من بعد ما قشرتهم وغسلتهم، غادي نقطعهم. ناخذ واحد الكاسرونه هكا وغادي نقطعهم. المهم نقطعوهم يكون شي شويه رقيق، ما تغلطوهمش هكذا بزاف. وغادي ديك الساعه غادي نشوفوا اشنو غادي نديرو معاهم. بالنسبه لهاد الخيزو هذا، حنا غادي نديرو ليه الماء كما انتم غتلاحظوا معايا. غادي نديرو ليه الماء وغادي نديروه فوق النار، ولكن ما تخليوهش نهائيا يطيب بزاف. المهم بالنسبه لهادوك، خليت هذاك خيزو سمايه. غادي ناخذ هاد البرتقالات غادي ولا الليمون، غادي نحكو هكا حتى يعني ما حاولوا انكم ما توصلوش لديك القشره البيضاء. انا حكيت في ديك الجهه رقيقه، جاني شويه داكشي رقيق، قلت راه نحكو في هاد الغليظه صافي. من بعد ما غادي نحكهم كامل بحال هكا كما قلت لكم، حاولوا انكم ما توصلوش لديك الجلده البيضاء باش ما يجيناش معونه. صافي هنا حكيت الحامض وحكيت دوك 2 برتقالات حتى هما، وغادي نضيف هاد القشر هذا مع هاد هاد الخيزو. انا هنايا درت واحد 2 كيسان، تقريبا نص لتر ديال الماء، نصف لتر ديال الماء. وغادي ندير هاد الخيزو هذا يتسلق كما قلت لكم، ما تخليوش يطيب. المهم ديروا ليه غير نص سلقه صافي. انا خليته غير طلعت فيه الغليه واحد شويه، واخا واحد 5 دقائق صافي، وطفيت عليه. هنايا من بعد ما الخيزو خليناه تيتسلق، غادي ندير ناخذ هاد البرتقالات وغادي نقشرهم ونحيد لهم دوك الجلده البيضاء كيف ما تلاحظوا. ونقيهم، ما نخليوش ليهم كاع دوك العروق هكايا بحال هكا صافي. وغادي نقيهم كاملين بنفس الطريقه حتى الحامضه حتى هي. المهم في هذه المرحله هذه، الا بغيتو تضيفوا تفاح اولا الموز اللي هو البنان، المهم اللي بان لكم. انا راه درتهم ولكن ما درتو حتى الاخر صراحه. كنت حاطهم حدايا ونسيتهم، ولكن نتوما طحنوهم في هذه المرحله هذه. بغيتو تضيفوا التفاح ضيفوه، وبغيتو تضيفوا البنان ضيفوه. المهم على حسب الحريه ديالكم. بغيتو تخليوه حتى هكا خليوه حتى هكا، راه ماشي مشكل، حتى هكا تيجي زوين صافي. هنايا غادي كيف ما قلت لكم نحاولوا نحيدوا كاع دوك القشور البيضين باش ما يعطوناش المروره صافي. وغادي نقطعهم، وكذلك غادي نحيدوا العفه. بالنسبه لليمون، حيت عندي داك الليمون هذا النافين ما لقيتش فيه العظمه، اما الحامض فيه العظمه اولا العلفات، ضروري اننا نحيدوهم كذا باش ما يجيناش العصير ديالنا مر صافي. غادي نحاولوا نقطعوا بحال هكا بالطريقه هذه بحال هكا صافي. وغادي نحيدوا لهم هاد العظيمات هادو. حاولوا ما امكن انكم تقلبوهم، ما تخليوش فيهم، لان كما قلت لكم الا طحنوا تيعطي واحد المروره يعني تيجي المذاق ديال العصير خايب صافي. بحال هكا تنقلبوا مزيان صافي، وتنحيدوا حتى دوك العروق البيضاء اللي لداخل صافي. وبنفس الطريقه غادي نقطع حتى البرتقالات حتى هما صافي. هنا من بعد ما قطعتهم كاملين كما قلت لكم، في هذه المرحله زيدوا التفاح ولا زيدوا البنان اللي بغيتو زيدوه في هذه المرحله هذه صافي. هنايا غادي ندير عندي واحد الكاس ديال السكر. انا غادي نضيف غير نص ديالو، ونص غادي نخليوه باش غادي نطحنو مع خيزو. المهم السكر الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. تقدروا ديروا كاس مع هذا الحامض والليمون، وديروا نص كاس مع الخيزو فاش غادي يطيب. المهم الحلاوه نتوما تتحكموا فيها صافي. هنا درت واحد تقريبا هنايا واحد نصف لتر ديال الماء، وغادي نطحن هاد الفواكه هادو صافي. وغادي هنايا غادي
نشدو غادي نصفيهم باش نحيدو دوك الشوائب وكلشي. هنايا راه كنت نسيت بلي الإضاءة طافية. صافي وغادي نصفيهم كيف ما قلت لكم، وغادي نخليهم باش ندوزو باش نطحنو خيزو تا هو. المهم بالنسبة لهنايا حاولوا أنكم فاش تصفيو حتى ديك الرغوة ولا الكشكوشة اللي تتكون هكذا من الفوق في العصير، حاولوا أنكم تحيدوه. صافي هنايا غادي نصفيهم مزيان. صافي نحاول نحيد هذيك الكشكوشة قدر الإمكان بحال هكا. صافي وهنايا من بعد ما سلقت هاد الخيزو هذا غادي ندوز باش غادي نخليه غادي نطحنو نيت في العاشور. نضيف عليه داك نص كاس ديال السكر اللي خليت. وكما قلت لكم الحلاوه نتوما تتحكموا فيها. هنايا من بعد ما طحنت خيزو حتى هو مع دوك القشور وصفيتهم، ضروري حتى هو تصفيو، تيجي على هاد الطريقه هاد الشكل هذا. صافي وغادي نضيف عليه داك الخليط ديال، غادي نضيف واحد الشاشي ديال الفانيلا اولا كيس ديال الفانيلا. صافي وغادي نخلطهم هكذا بجوج. وقلت لي كيف ما قلت لكم في هذه المرحله هذه هنايا فين غادي ندير انا دوك عندي التفاح وعندي البنان، كنت فضلت انني ندير البنان. صافي هنايا فاش غادي نهز واحد شويه وغادي نعاود نطحن مع دوك جوج ديال البنانات. كيف ما قلت لكم انا كنت حاطهم حدايا ونسيتهم. صافي تيجي على هاد المهم نتوما القوام تتحكموا فيه. بغيتو تكتفيو غير بهاد الماء اللي درنا اللي طحنا، بغيتو تزيدوا نتوما المهم القوام ديالو نتوما تتحكموا فيه. بغيتو تزيدوا شويه الماء زيدوا. المهم هاد الكميه هادي عطاتني 2 ديال اللتر بالتمام والكمال. وراكم شفتوا القوام ديالو اللي هو راه خاطر ماشي. صافي هنايا طحنت هادوك 2 ديال الموزات وزدتهم عليهم هنايا. صافي وتقدروا انكم تخليوه حتى يبرد. صافي تيجي على هاد القوام هذا. كيف ما قلت لكم نتوما تحكموا في الكميه اولا في القوام ديالو. بغيتو تزيدوه شويه يكون شويه جاري على هكا، لكم حريه الاختيار. صافي وهكذا يكون العصير ديالنا واجد. نحاولوا نحيدوا ديك الكشكوشه. صافي هذا هو القوام كيف ما تلاحظوا. بغيتي تزيدوا زيدوا. صافي وهذا هو العصير ديالنا تيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق وبارطاجيو بطبيعه الحال الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم، لان العصير هكذا تنحتاجوه في رمضان وحتى من غير رمضان ان شاء الله. هو الصيف ماجي. نتمنى انكم تجربوا وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم باش تعمل فائده للجميع. ومرحبا بالناس الجدد وكذلك مرحبا حتى بالناس القدام. وتنقول لكم كاملين داركم. ونتمنى من فضل منكم الى عجبكم الفيديو خليوا لنا واحد اللايك عفوا كتشجيع منكم فقط. وبسلام عليكم ونتلاقاو فيديو جاي. مع السلامه.